السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. ابراهيمي ده يعمله عاصم مدبو فابريزيو دياز، وهو يبقى فوق شويه عشان ما يستهلكش في الحاجات دي. حوالي 7 ياردات فقط او 5 6 ياردات. بصوا في الصوره، وفي عمق دفاعي كمان معمول من بنجامين. بصوا في الصوره كده جنب الحكم، انتشار عريض لكن في الثاني من جديد يا ولد. سيكولوجيتهم مهمه جدا. اوه ادملسون يا عيني 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 على الفرصه اللي ما ينفعش تضيع لكنها ضاعت ولكن كيف ضاعت. اي والله ضاعت ولكن كيف ضاعت يا الجنحي. تروح للمعلم، لازم الكل يعمل له تعظيم سلام لما الكره تيجي في رجله، لكن وضيع. فاول اتعمل. لسه النتائج الاخرى كلها 0-0. باقة اقصى اليسار. همام يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. باك باص جميل، باك باص جميل 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 لتضييع فرصة من جديد. تضييع فرصة من جديد. حكيم زياش بيعرف ينقل نفسه للمنطقة المؤثرة ورايح مفضي نفسه تماما. حكيم زياش هدف في 5 مباريات مع تشيلسي، لعب 64 مباراة سجل ويتفوق على مستوى الدوري اللي هو فيه، بيبقى شيء عظيم. ضربة الرأس، ضغط الدحيل بكل الخطوط. لا زال الغرافة بعيد عن مستواه تماما، لا شكل ولا كيف. ودي عنده الباك اليمين جراي وخلاص ما تروحش عنده. ادي ياسين ابراهيمي ثبت وراح وعدى، عايز واحدة هجومية. صر عرض الملعب، الريتم بطيء جدا جدا جدا. ياسين ابراهيمي قدامه 3 لابسين احمر، هيتخطاهم ازاي؟ اشتغل بعرض الملعب، عدى ومر وفات. بقت لا زعلان. بص دي ليها معاني كتير، ان المشوار صعب وطويل، لكنه لوكاس هما الاثنين في قلب خط الظهر. ادي التغيير من جديد. رابح طبعا، اشهر رابح ماجر، ولطفي رابح ماجر حاضر وموجود في دوري النجوم. بص الباص وحش ازاي. بص لا، وكأن اللعيبه اتأثروا نفسيا بخروج. ادي على طول ياسين الابراهيمي نجم الجزائري الكبير. 1 على 1 قافلين عليه كويس. منطقة الجزاء خطر. ياسين الابراهيمي شوف 2 4 6 8 10 كل لعيبه الدحيل راجعين في اخر 30 يارد. هنا ادملسون عملوها. المهاجم الكيني لنادي الدحيل. يا سلام يا حبيبي ياسين الابراهيمي منه على طول العرضيه، ولكن قادر يطلع ضربه ركن. وقربوا شويه، ادي عاليه فوق. الى ضربه ركنيه تاني. الطلق الثاني على طول من جديد. تصويبه رابح. ضربه الراس تاني. ضغط نادي ياسين الابراهيمي نجم بورتو البرتغالي السابق. يا حبيبي نجم الريان السابق، والان مع الغرافه لا زال يمتعنا. حول تاني من جديد بين الخطوط. يا لعيب يا ولد يا. ترجع تاني الى ياسين الابراهيمي، عنده فرصه كويسه، لان 1 قدام 3 يبقى كويس بالنسبه له. تخيلوا لما بقول 1 وسط 3 هو بقى 1 وسط 5. حكم يقول العب وحد ضد 3. قلت لكم حلو، كرنا بقيمه الهدافين الكبار لنادي الريان. ضربه حره لصالح نادي الغرافه. ياسين الابراهيمي عاليه فوق، يطلع ده. خطر جدا. خوسيلو شوف رغم هيعملها الدحيل ولا برضه هيأخر. تاني على طول الى حكيم زياش، يدخل بين الخطوط لكن قفلوا عليه، خدوها منه كويس راح لكن جري غلط. ادي ياسين الابراهيمي. الى رابح برجله الشمال. رابح لعبته المعروفه على طول، مش موجود مونتاري. الى ياسين الابراهيمي صانع لعب واهم لعيب في نادي الغرافه على المستوى الهجومي. ياسين الابراهيمي 5 سلموا 2 قريبين من بعض جدا، عايز يسلكها له لكن ما راحتش، مقطوعه. ورايح للثاني ياسين ولا تفرق معاه، يعدي ويمر. يا سلام يا كريم يا سلام. مين بالعرض؟ اولونجا يقف يأجل، يفتح زاويه لعب، يحضر ورا الحكيم زياش، يصوب لكن دفاع قوي في اللقطه الاخيره. جماريش البرتغالي طبعا. ودي ياسين الابراهيمي نجم الريان وبورتو وغرناطه واستاد ريل الفرنسي. حارس المرمى على طول صلاح زكريا، مفيش مجال انه يستلم او يمسك. ياسين الابراهيمي قال لها اقفي، راحت واقفه. ياسين تحس انه بيجري بالكوره، عمره ما بيبص تحت، باصص فوق على طول. هيدي 91 ب10 اهداف. ادي انطلاقه على طول.
ياسين الابراهيمي، ادابه لياسين الابراهيمي، يحط جسمه ويحجز نفسه كويس قوي. يا عيني يا عيني يا عيني عليك، يا عيني عليك. تألق وابدع مع نادي بورتو البرتغالي لمده 5 سنوات. الموسم الواحد مع بورتو البرتغالي، النادي اللي تألق فيه رابح ماجر وخد بيه دوري ابطال اوروبا، وبكعب القدم الشهير في مرمى بايرن ميونخ والحارس البلجيكي فاف. ادي العرضيه، ضربه الراس على طول بنجامين. ادي المساحات، هيقدر ولا لا؟ هيقدر ولا لا؟ حكيم زياش، حكيم زياش عدى ومر، ولكن برافو دفاع الغرافه، برافو دفاع الغرافه. كريم بوضياف بيحاول. عثمان العساس وانس مبارك علامات بارزه في تاريخ الغرافه في 3 بطولات دوري متتاليه في واحده من اهم السنوات والفترات في تاريخ نادي الرياضات الحقيقه. دوري نجوم أريدو. ادي الكرة العرضية، افادة بقدرات لعيبة الدحيل اكتر، ان لعيبة الدحيل ادائهم افضل. محاولة من جديد الدحيل، 5 ضربات جزاء للدحيل مقابل ضربة ياسين وقادري. وادي العرضية، يا سلام يا سلام، اسرع بدون ما يكون تسلل، لان الكرة خدت وقت في الهواء. شمال، اخيرا اللعب اتفتح، اخيرا على طول تتحرك. اوه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، مش ممكن يا اولونجا، لا 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 يا اولونجا، لا لا مالكش حق. اولونجا يهدر 3 فرصة حقيقية. والحقيقة ان حكيم زياش بيسقف له، وده شيء جميل، بيقول له هارد لك، وده شيء جميل، لكن من جواه مستغرب. ادي اتعملت حلوه قوي قوي قوي، سبق حكيم زياش، عمل فنت وسابها وفوتها لاولونجا، وراحت على رجله الشمال اللي هي اصلا بيلعب بيها، ولكن بعدت عنه شويه، فما خدش الكره من نصها او من بره، خد الكره من تحت شويه. فهسه واحد، يعني الدحيل شاط 12 مره مقابل 5 تصويبات لنادي الغرافة، لكن الدحيل تصويباته تروح على طول من جديد. وادي حكيم زياش تحركة اليمين، لأنه هو لعيب أشول، والأشول عكس ما بيكون باليمين، وصانع لعب ناحية اليمين بيبقى تقريبا نص اللعب ناحية اليمين خطوط. ادي ضربة حرة لصالح الغرافة، يلعب ياسين الابراهيمي عالية فوق، لكن تيك اوف جميل، وجا ناحية الشمال هيفرق كتير جدا جدا الحقيقة. يعني تاني على طول حكيم زياش. هل هنشوف البرتو ينزل؟ لويس البرتو مع نادي الدحيل. انا بقول لو نزل شكل الدحيل هيتغير للافضل جدا جدا جدا. تكون اوف سايد، ممكن تكون اوف سايد، اعتقد ذلك. امامية على طول حكيم زياش، الضغط عليه فعلا اوف سايد. ادي ياسين الابراهيمي، ياسين 1 على 3، اتعمل له اوفرلاب، تروح يا ولد يا ولد يا ولد. المعز لو صوب خطر، هو عمل بالعرض، ولكن برافو لوكاس، ويخرج حكيم زياش. هو كده، هو ما بيعجبوش العجب، هو كده. كان دخل في خلاف كبير مع خليلوزيتش على اللعب وعلى واجبات المراكز، وخليلوزيتش كان قال ان هو بيتمارض، وهو يعني مش عارف ايه. الراجل خلاص اعتزل اللعب الدولي، جر كراكي رجعه وأعاد معاه حيويته ونشاطه، ولعب 7 مباريات في كأس الكبير، وساهم في حصول المغرب على المركز الرابع. الآن نزول لويس البرتو بدلا من حكيم زياش. لا زال خايف، ليس هو إدميلسون في حالته ونشاطه وحيويته. يرجع ورا على طول إلى ياسين الإبراهيمي. عجبني أنا محمد عمر كمان، الشمال حاجة جميلة 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 اللي بيلعب في الشمال. دي انطلاقة تانية، يا سلام يا رابح لعيب، يا رابح لعيب، ولكن فين خوسيلو. إذا الدحيل متقدم 1 محترم، ده كلام محترم، ده كلام محترم، ولكن تعدي. لسه الفرصة، الثاني يضيع من نادي الدحيل، الهدف الثاني يضيع من. لكن شفتوا، قلت لحضراتكم لما وخروج عبد الله يوسف، حاولات قائمة ومستمرة. ياسين الإبراهيمي استلم كويس قوي، 1 على 1، لو عدى خطر عدى والخطر، لكن ما عداش. يا عيني ومن دون ضربة جزاء. يا سلام على قدري، بيعمل تبديلات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن النهارده تعطيل نادي الدحيل هيبقى. حاول نادي الدحيل، نادي السد يتقدم بالهدف، لكنه لم يقدر. في الدور الأول تعادل مع الدحيل 1-1. الآن يا عيني على الأوفرلاب الجميل اللي اتعمل من همام الأمين، والمطاردة الجميلة من مدافعي نادي الغرافة لم تنجح رغم انها جيدة. ليه؟ لأن إسماعيل محمد جاء في الوقت المناسب. شوف لما الكوتش يكاتشن، والكاتشنة بتاعته
تنجح